انا دلوقتي عندي كام يوزر؟ عندي عدد منتجات معين، انا كصاحب مصنع، تمام. فانا عاوز اقول بقى لصاحب المصنع، لليوزر ده، انت عندك كام منتج هتضيفه؟ فيقول لي مثلا عندي 4 منتجات. هقول له تمام. فهاجي بقى هعمل اد، ويبدا بقى يقول له ايه 4 منتجات، يبدا بقى يديله انبوت، يقول له دخل المنتج الاول، دخل المنتج الثاني، دخل المنتج الثالث، دخل المنتج الرابع. تمام. تمام. بعد ما يدخل هيبدا بقى يعرض لليوزر ده، لليوزر كل المنتجات، ويبدا يقول له بقى ايه اختار منتج علشان ايه تشتريه. فيبدا يختار منتج يتضاف عنده، ويقول له تمام كده. ولو دخل منتج صح تمام، دخل منتج غلط يقول له انت دخلت منتج غلط، ما عنديش انا المنتج ده اللي هو 1 أو 2 أو 3 أو 4. وبعد كده يقول له تمام، او يقول له المنتج اللي انت اخترته، وبعد كده يبدا يعرض له كل المنتجات اللي موجوده تاني. وصلت الفكره؟ وصلت الحته دي ولا لا؟ ما وصلتش؟ ردوا عليا. ثواني، هو ده احنا نعمله دلوقتي؟ ده هنعمله مع بعض دلوقتي. بندخل منتجات ونضيف منتجات يعني؟ هو في الكونسول ده كله، في الكونسول اول حاجه هنطلب من اليوزر اللي هو يدخل لي فيه عدد المنتجات قد ايه. تمام. دخلنا مثلا 4 منتجات. حلو حلو حلو. بعد كده يبدا بقى اليوزر يدخل كل منتج، كل منتج قد ايه، كل اسم كل منتج. تمام. يفضل يبدا يفتح له انبوت باسم كل منتج، ضيف ضيف ضيف. تمام. بعد كده هنعرض كل المنتجات، تمام، برقم قدامها. يقول له لو انت عاوز المنتج الفلاني اختار 1، لو انت عاوز المنتج العلاني اختار 2، كده لحد الاخر. بعد كده هيبدا بقى يعرض له هيبدا بقى اختار المنتج الفلاني، يقول له طب انت دلوقتي انت اخترت المنتج الفلاني، تمام. وبعد كده يقول له واحنا عندنا منتجات تانية كذا، يعرض له الليسته. وصلت الفكره؟ لو ما وصلتش هنعملها مع بعض وهنفهمها. وصلت؟ بس انتوا لو انتوا متخيلين الفكره هيبقى الموضوع احسن من وانتوا مش متخيلينها. تمام. حد يقدر يقول لي ممكن تتعمل ازاي، ولا ادخل على طول في الشرح؟ ندخل على طول. هو حتة إن احنا ممكن نستخدم السويتش عشان فيها كذا اوبشن، او ان احنا نختار منه كذا حاجة. احنا مش و هنستخدم سويتش، هنستخدم اف صغيره كده، ما فيهاش كتير. هو الاغلب في الشرح ده، في الجزء ده، هو هيبقى 4 و4 اتش علشان نعرض كل المنتجات اللي عندنا بس. تعالوا نعمله مع تمام. بعض، تعالوا نعمل مع بعض. دلوقتي ايه؟ دلوقتي احنا عاوزين نقول لليوزر اول ما يدخل، يقول له مثلا عدد المنتجات اللي انت هتضيفها ايه، مثلا هاو ميني برودكت دو يو وينت تو اد، حاجه زي كده. المنتجات اللي انت عاوز تضيفها، صح؟ ما علينا حتى لو غلط. كونسول دوت رايت لاين. اول حاجه هيقول له ايه، خليها دوت رايت علشان تتكتب على نفس السطر، اللي هو انت المنتجات اللي هتضيفها تكتبها على نفس السطر على طول. هاو هاو ميني تمام. كده اول حاجه. بعد كده هنسحب منه بقى القيمه دي، هنسحبها في ايه؟ هنسحبها في برودكت مثلا، برودكت، نشوف برودكت كاونت مثلا. ماشي. هنقول ايكوال انت، ده عشان نسحبها من اليوزر هنستخدم انت دوت بيرس وكونسول دوت ريد لاين. تمام كده. اول حاجه احنا سحبنا هو عاوز يدخل منتجات قد ايه. تمام. شوفوا بقى الحته اللي احنا ما شرحناهاش في الاري عشان نيجي نشرحها هنا. في بقى انت عاوز دلوقتي تضيف الاري من اليوزر وانت مش عارف عدد المنتجات، فهتطلب منه في الاول ايه اللي هو يدخل عدد المنتجات بتوعهم قد ايه. فهنيجي نعمل سترينج اري، سترينج عادي، وهنيجي نقول ان دي اري. احنا قلنا ازاي نقول ان دي اري، وهنقول برودكت.
تمام. ايكوال بقى عشان اعرف ان دي اري وانا هستقبل من اليوزر، مش انا اللي هضيفها، هستقبلها من بره. هعمل ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ محدش يقدر يقول لي. هقول لكم انا. هنقول نيو، في حاجه اسمها نيو. نيو دي بتعمل ايه؟ بتستقبل من اليوزر اهو، وهو اقترح لي سترينج، هتستقبل من اليوزر سترينج والعدد بتاعه اللي هو ايه، والعدد، وهنا بنكتب رقم. هيستقبل من اليوزر 3، هيستقبل من اليوزر 4، هيستقبل من اليوزر 5. بس انا اللي هستقبل من اليوزر، هستقبل من اليوزر من اللي هو انت كاونت. تمام. هنحط هنا برودكت كاونت. وصلت؟ لا بص بقى، الحته دي لو ما وضحتش قولوا لي علشان اقولها تاني. ايه لو ما وضحتش اقولها تاني يا ناس؟ ما وضحتش قولها يا صح؟ باشمهندس. وضحت ولا لا؟ بالنسبة لي لأ. اقولها تاني عيدها تاني معلش كده. من عينيا. دلوقتي انا سيبك من الحته دي خالص، هناخدها كوبي كده. انا طلبت من اليوزر اللي هو كونسول دوت رايت لاين اللي احنا عملناه في التاسك الاول، اللي هو يدخل يطلع له رساله يقول له انت عاوز عدد منتجات قد ايه. تمام. بعد كده عملت بيرس هنا، بيرس هنا عادي خالص، اللي هو ايه، اللي هو انا بستقبل منه كونسول دوت ريد لاين اللي احنا عملناها برضو في التاسك. تمام. دلوقتي انا معايا اري بس الاري دي انا هستقبلها من اليوزر، هستقبلها من اليوزر، انا مش عارف هو هيضيف منتجات قد ايه. فدلوقتي عندي حاجه اللي هو يقول لي في الاول عدد المنتجات قد ايه. دلوقتي تمام، خلينا بس نعمل اري تانية، او ما نعملش اري تانية، نطلع نجيب الاري اللي احنا عاملينها فوق. تمام، عاملين اري فوق. تمام. الاري اللي احنا عاملينها فوق دي في قلبها ايه؟ في قلبها نيم، في قلبها علي، وفي قلبها عمر، وفي قلبها منى، وفي قلبها حسام. بدل ما انا هكتب ده كله بايديا في قلب الكود، لا انا عاوز اليوزر اللي يبعته لي. فاليوزر اللي يبعته لي هستخدم حاجه اسمها نيو، وبعد كده هيبعت لك ايه؟ هيبعت لي سترنج اعمل حاجه. تمام. السترنج ده هيبعت لك كام حاجه؟ هيبعت لي 4 حاجات. خلاص تمام، هو كده انا مستقبل منه الاري دي هتقدر تشيل ايه؟ هتقدر تشيل 4 حاجات تانية. تمام. وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام. لحد هنا تمام. طب انا كده علشان، فهو كده دلوقتي اهو حذفت ده، فهقول له بقى ال4 حاجات دول بدل ما انا هكتب 4 بايديا برضه هعمل ايه؟ هاخدهم من اليوزر. هاخدهم منين؟ من اليوزر. حد هنا حلو الكلام ولا وحش؟ جميل أوي. اقول لكم جميل ولا حد عنده، لو حد عنده مشكله مفيش اي مشكله هعيد تاني. تمام. تمام. هو كده انا استقبلت من اليوزر ايه؟ استقبلت من اليوزر عدد الحاجات اللي هو عاوز يضيفها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل فور على المنتجات اللي هو عاوز يضيفها ونضيفها. تمام. تمام. ازاي بقى ممكن نضيف المنتجات من الكونسول؟ الاول هنعمل فور عاديه، هنعمل فور، وهنيجي نقول في الفور دي ايه؟ هنيجي نقول انت اي، زي ما احنا اتعودنا ان اغلب المبرمجين بيسموا بيعرفوا الانت بتاعه الفور اي، بس ممكن يسميها حاجه تانية غير كده بس المبرمجين بيسموها اي فاحنا هنسميها زيهم حلو حلو. الانت دي بتساوي كام؟ 0. تمام. الاي احنا كنا متكلمين فوق اول حاجه ايه؟ هيبدا العد منين؟ هيبدا منين؟ وشرط الاستمراريه، وزياده ولا نقصان. تمام. هيزود ولا هينقص. هو كده هيبدا منين؟ هيبدا من الصفر. تمام. هيبدا من المنتج صفر، هيضيف في الصفر. تمام. بعد كده لحد امتى؟ لحد اما الاي تبقى، لحد اما الاي تبقى اصغر من، الاي تبقى اصغر منين؟ اصغر من البرودكت كاونت. حلو حلو. ايه تاني؟ لاي بلس بلس. اي بلس بلس، وهزود لي كل مره 1. دلوقتي انا محتاج ايه؟ محتاج اقول له يا عم الحاج اطبع لي، دخل لي الانتر، دخل لي البرودكت الاول، انتر نيم برودكت مثلا. تمام. كونسول دوت رايت لاين
وهنا اقول له ايه؟ اقول له انتر نيم هو انا ليه هقول له كده جوه اللوب؟ نسمع ايه. انت دلوقتي ايه؟ حلو. انت دلوقتي عاوز تقول له ايه؟ تقول له كل مره دلوقتي انا محتاج استقبل منه. انا دلوقتي قلت له انت هتستقبل 5 عناصر، تمام؟ هتستقبل 5 مني منتجات، فانا محتاج هو يضيف لي ال5 منتجات دول من بره. تمام. فهو كل مره هيساله السؤال ده، انتر نيم برودكت. البرودكت بكام؟ اهو انتر نيم برودكت اهو. البرودكت بكام؟ بلس البرودكت اللي هو بلس ايه؟ انا في حاجه عاملها غلط، اللي هو اساسا البلس بتبقى مكتوبه بره الدبل كوتيشن. بلس ايه؟ بلس اي زائد 1. حلو. زائد بقى هنعمل ايه مثلا؟ ممكن نقول له اللي هو علامتين كده، بدل العلامتين دول نخليهم ورا، نخليهم ورا في الاخر هنا عشان يبقى شكلها اشيك كده واحلى. تمام. هو كده هيطبع لي بعدد المنتجات اللي انا دخلتهم. تعالوا نرن ونجرب. وصلت الحته دي؟ نرن ونجرب عشان ماشي، خلينا نرن ونشوف الاول. ماشي. بيقول لي هنا ايه؟ هندخل رقم. هندخل كام رقم؟ يعني المفروض اديله انتجر. هندخل كام رقم؟ هندخل يعني 4. ايه؟ بيقول لك هندخل كام منتج؟ هندخل 4 منتجات. قال لي ايه؟ انتر نيم برودكت 1، انتر نيم برودكت 2، انتر نيم برودكت 3، انتر نيم برودكت كام؟ 4. حلو. ده المطلوب لحد دلوقتي. ايه ده المطلوب وتمام. هنعمل ايه بقى طيب دلوقتي؟ تمام. هنعمل ايه؟ هنيجي نقول بقى في الخطوه المفروض الثانيه نخليه يدخل القيمه بعد اللي هو بقى الفور لوب بره. مش هيدخل بقى على الحاجه الثانيه غير لما احنا ندخل له سترينج برودكت نيم. برودكت كده صح ولا انا كاتبها غلط؟ ما علينا. برودكت نيم ايكوال كونسول دوت ريد لاين. كده هو دلوقتي مع كل سطر بيجيبه لازم تدخل البرودكت الاول عشان يدخل على السطر اللي تحت. حلو. دلوقتي تمام. البرودكتس اي دي، البرودكتس هو السترنج بتاعها البرودكت دي. تمام. الاي بقى، الاي اللي هي فوق، الاي اللي هي اني، هي الاي دي. يعني كده انا بقول له انت الجزء اللي هو، يعني انا بقول له دلوقتي عشان حد عرفت الحته دي لفت. البرودكت اللي هو اني ده، اني اللي هو ده. تمام. انا حاسس ان انا بعك. ثانيه واحده. البرودكتس دي هو الاري، عشان انا مش عارف ايه اللي طلعني فوق. الاي بتاعتها ايكوال برودكت نيم. خلينا برودكت نيم بس. برودكت نيم. في نقطه تانية كنت عاوز اقولها. ده انا بقول له مع كل واحد انت هتدخل هنا برودكت نيم. يعني دون انا بقول له كده وصل. يعني طب لو حد فهمها يقول لي فهم ايه من الكلمه اللي انا كتبتها دي. لو ما حدش فهم انا كده كده هقولها، بس انا عاوز افهم حد فهم انا كتبت ايه. هو هناخد انبوت من اليوزر وهخزنه في الاندكس اي اللي هو 0، وبعد كده بعدي عليه. صح. بس طبعا انا كنت عاوز اقول لكم حاجه تانية ونسيت اقولها، فانا حطيتها هنا في قلب التاسك كده. هنعمل تو اور. يعني ايه تو اور؟ تو اور يعني خلي لي اي حاجه اليوزر هيكتبها هتبقى ايه؟ هتبقى سترينج بتتكتب كده. يعني اي قيمه اليوزر هيدخلها، معلش خليها لي ايه؟ خليها لي سترينج، خليها لي كابيتال.
يعني دخلها حروف صغيره حروف كبيره، انت كده كده هتحولها لي كلها الكابيتال في الاخر. تمام لحد هنا؟ تمام الدنيا واضحه. نرن تمام. نشوف تمام. النتيجه بتاعتها عامله ازاي علشان نبقى ماشيين مع بعض في نفس الصوره. بيقول لي هنا عدد المنتجات، هقول له 5 منتجات. يقول له ايه؟ انتر نيم برودكت 1، فهقول له مثلا كيو. انتر نيم برودكت 2 دبليو اي ار تي. كده هو استقبل مني وحفظها في متغير عنده كل المنتجات القديمه. طيب احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا عشان ما يبقى عشان يطبعهم كلهم على نفس اللاين، فخلينا نكتب رايت بدل الرايت لاين. لحد هنا تمام. نقرب بقى الكودين من بعض كده. انتوا فهمتوا الجزء ده كله صح؟ صح؟ تمام. انا لما بلاقيكم ساكتين بحس انتوا مش فاهمين. فهمتوا ولا لا؟ تمام. تمام. ندخل بقى على الجزء الثاني واللي هو هنبدأ نعرض فيه المنتجات. طب احنا عاوزين نعرض المنتجات، ممكن نعرضها ازاي؟ هنعرضها بفور. 4H. خلينا في فور الاول. خلينا نعرضها بفور. هنقول فور انت اي بيساوي 0 زي ما هو عارض لي كده، والاي هو نفس اللي عرضه لي ده، بس خلينا نكتبه واحده واحده. والاي اصغر من البرودكت لينث، والاي بلس بلس. تمام. ليه احنا عملنا كده بقى؟ علشان نطبع كل المنتجات. يعني ده المنتج الاول، ده المنتج الثاني، ده المنتج الثالث. زي ما احنا عارفين ان الاندكس بصفر صح؟ الاندكس بصفر ولا بواحد؟ 0. بصفر. صفر. فما ينفعش نيجي نقول ان الاي لليوزر دخل لي المنتج رقم صفر. اليوزر ملوش دعوه بصفر، اليوزر ملوش دعوه بالبرمجه اللي احنا بنعملها. اليوزر عاوز النتيجه النهائيه المعقوله بالنسبه لكل المستخدمين. فانت ما ينفعش تيجي تقول له ايه؟ تيجي تقول له صفر، المنتج الاول بيساوي صفر. فاحنا عاوزين نطبع المنتجات كلهم تحت بعض. فهنيجي نعمل ايه؟ هنيجي نقول كونسول دوت رايت لاين. هتيجي تعمل لي ايه؟ اعمل حاج. هتيجي تقول لي ان الاي تمام زائد ايه؟ زائد واحد. اي اللي هي الصفر اللي راجعه دي زائد واحد، زائد واحد. تمام. زائد ايه؟ اللي هو بقى عاوزين نعرض عدد المنتجات. اي زائد واحد اللي هو المنتج الاول. مثلا ممكن نعمل ايه؟ نعمل نقول له مثلا بلاش العلامتين دول، نقول دوت. تمام. يعني احنا كده يعني هو كده ايه؟ مستنيين النتيجه من هنا ايه؟ مستنيين النتيجه من هنا واحد علامه كده شرطه كده، مثلا خليها شرطه كده. مستنيين النتيجه شرطه كده واسم المنتج. تمام. مستنيين ايه من اللي احنا بنكتبه ده؟ هو السطر ده بالظبط بس في الكونسول. احنا هنيجي نقول ايه؟ واحد داش وبعد كده زائد اسم المنتج بقى، زائد برودكت الاي. برودكت الاي. تمام. تمام. هو دلوقتي هيطبع لنا ايه؟ اي منتج احنا ندخله فهو هيلف عليه وهيطبعه لنا. هندخل مثلا 5 منتجات. اول منتج، ثاني منتج، ثالث منتج، رابع منتج، خامس منتج. لف عليه الاول. عندنا المنتج اي كيو كده. وصلت لحد هنا الدنيا تمام ولا مش تمام؟ انتوا اكيد طبعا بتسالوا دلوقتي الدوت لينس دي والدنيا دي ايه. تعالى نمشيها واحده واحده. احنا هنعد من اول كام؟ من اول صفر. من اول صفر يعني اللينس بتاعها بصفر اللي هي الاي.
يعني انت بتجيب لي اول حاجه اتحطت اللي هي اللينس بتاعها بصفر، بس اليوزر ما ينفعش نعرض له الاي، ما ينفعش نقول له الاي، ما ينفعش نقول له الاي اللي هي اساسا اللينس بتاعها اللي هي بادئه من صفر، ما ينفعش نقول له المنتج رقم صفر بيساوي المنتج ده، لا هو ملوش دعوه بصفر، هو ليه دعوه بواحد، هو ليه دعوه بواحد، المنتج الاول المنتج الثاني. فهو كده انت قلت له اللي هو الاي، يعني الاي دي بكام؟ الاي دي بكام؟ الاي دي اساسا بصفر، اول حاجه بصفر زائد واحد، فطبع لي كام؟ واحد زائد اسم المنتج اللي احنا ضايفينه، اسم المنتج. تمام تمام. في حاجه تانية، هنيجي للمنتج رقم 2، هنيجي نقول ايه بقى؟ هنيجي نقول صفر، خلينا في السطر اللي تحت، هنيجي نقول صفر المنتج رقم 2 اللي هو بقى واحد زائد واحد اللي هو بقى 2، اللي هو فعلا اليوزر شايفه ب2 بس الاندكس قارئه بواحد. وصلت لحد هنا ولا ما وصلتش؟ عشان ندخل على الجزء اللي وراه. وصلت لحد هنا ليه عملنا اي زائد واحد؟ ما وصلتش قولوا لي ما وصلتش، افتحوا المايك وقولوا لي ما وصلتش. وصلت ولا ايه؟ تمام. لو حد مش فاهم يقول لي مش فاهم ويقطعني على طول عادي، يقول لي انا مش فاهم، مش اي مشكله. برودكت اكبر من الاي لازم تبقى اكبر من، لازم تبقى اصغر من الاي، لازم تبقى اصغر من البرودكت لينس، عدد المنتجات اللي داخله. تمام. انت هتوقف الشرط لما الاي بتبقى اصغر من الاي، اصغر من عدد المنتجات اللي داخله، يعني الاي دي ب5 وعدد المنتجات يبقى اصغر من، يعني ايه؟ تاني، الاي تبقى اصغر من الاي اللي هي مثلا بصفر، تبقى اصغر من عدد المنتجات اللي داخله. انا داخل لي 10 منتجات، هو الكونديشن ده صح؟ حد يبقى معايا الخط كده؟ صح. لا ليه؟ لا ليه؟ عشان اليوزر مش بيفهم ان الزيرو او الحاجات دي، هو عايز نتيجة زي ما قلت. لا مش واحنا ادينا شرط فوق اصلا، مش احنا مدينه اصلا شرط فوق اللي هي الاي تبقى اكبر من برودكت. ما فهمتش. ايه ما فهمتش الصراحه. يعني انا كنت بقول فوق كده احنا معرفنا في الفوق عامة ان الاي بتساوي صفر، طب ما احنا قلنا ان الاي تبقى اكبر من برودكت، فاحنا مدينه اصلا شرط فوق. حاسة ممكن يحصل ايرور لو وصلنا مثلا الشرط تحت. الاي معلش فين يعني في انهي لاين؟ ده 105 في انهي لاين بالظبط قولي لي. هو اللي انت واقف عنده ده. ده ماله؟ ايوه ايوه هو ده ماله فوق بقى. ده؟ ما انا بقول او طب ما احنا مدينه فوق ان الاي اكبر من برودكت، طب ما احنا مدينه اصلا شرط يعتبر، واحنا ادينا مرة ان يبدأ من الصفر، بدأ من فهو الصفر. يفضل يكرر مثلا. ما هو بدأ من الصفر وهيفضل يمشي لينس اللي هو عدد المنتجات اللي متضافه لحد ما الاي تبقى اصغر من عدد المنتجات اللي متضافه. وصلت؟ بص الحته دي تمام. برودكت دوت لينس، الحته دي عدد المنتجات، برودكت دوت لينس عدد المنتجات اللي دخلت هنا اللي احنا سحبناها من اليوزر، المنتجات الفعليه اللي دخلت فين؟ هنا. احنا دلوقتي سحبنا من اليوزر منتجات هنا دلوقتي. لو احنا طلعنا فوق خالص هنا دلوقتي دي وهنا كده، وجينا هنا خدنا الكود اللي احنا كاتبينه تحت ده اللي هو برودكت دوت لينس وحطيناه في قلب الكونسول فوق، هيطبع لنا ايه؟ بس مش برودكت بقى، هيبقى نيم. هيطبع لنا ايه؟ دي اول حاجه هتطبع خالص. 4 طبع لنا 4 اللي هو عدد ايه؟ اللي هو عدد المنتجات، اللي هو عدد الحاجات اللي جوه دي.
تمام. فهو بعد ما اليوزر بيدخل المنتجات بتاعته، بعد ما اليوزر هنا بيدخل المنتجات بتاعته هنا خالص، خلاص بتتحفظ فين؟ بتتحفظ في الاري دي. تمام، بتتحفظ في الاري. يعني اليوزر دخل المنتجات بتتحفظ في الاري، بتتحفظ في الاري دي برقم بالعدد بتاعهم الفعلي، بالعدد بتاعهم. تمام، بتتحفظ في بالعدد بتاعهم. عشان اعرف العدد بتاعهم دول بعرفها بايه؟ بعرفها بحاجه اسمها دوت لينس. اسم الاري دوت لينس، العدد بتاعهم قد ايه. تمام، تمام ولا اي كلام؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ فكرة مش شايف. تمام. تمام، لو مش واضحه قولوا لي هقولها تاني عادي حتى بعد ما نخلص. احنا دلوقتي تمام ماشي. طبعنا قلنا 2 اور كده. احنا خدنا حاجتين، خدنا اللي هي 2 اور. 2 اور دي بتعمل ايه؟ بتحول الحاجه اللي سمول لكابيتال. تمام، وخدنا الدوت لينس بتجيب عدد العناصر اللي في الاري. تمام، دلوقتي احنا لفينا على كل حاجه وطبعا انت عاوز كذا دوس كذا، عاوز كذا دوس كذا. تمام. دلوقتي بقى ندخل على الحته دي في قلبها تريكه صغيره. هنعمل ايه بقى؟ هنقول لليوزر انت عاوز تشتري انهي منتج، اختار المنتج اللي انت عاوز تشتريه. تمام، فهنيجي نقول له ايه مثلا، ايه كونسول دوت رايت لاين هنقول له ايه مثلا، choose ايه a product number 2 by choose a number 2 by. ده حلو. اختار الرقم اللي انت عاوز تشتريه عشان هو هيظهر له فوق هنا ايه؟ هيظهر له كل المنتجات. رقم 1 بيساوي ايه؟ وهو هنا هيظهر له ايه؟ هيظهر له هنا دلوقتي احنا قلنا هيتعرض له ايه؟ هيتعرض له رقم 1 اللي هو رقم، بص خلينا نعملها بكومنت كده عشان تبقى واضحه. قلنا هيتعرض له رقم واحد من المنتج. تمام، بس رقم 1 ده هو الاندكس بتاعه بكام؟ الاندكس بتاعه بكام؟ ما احنا هنا مزودين الاندكس زائد 1 يبقى 0. يبقى الاندكس بتاعه ب0. تمام، واصله كده؟ عندنا هو بيتعرض له كده، فهو انا بقول له اختار المنتج اللي انت عاوز تشتريه. فالمنتج دلوقتي هيضيف لي كام؟ هيضيف لي 1 اللي هو ايه؟ اللي هو شايفه، الرقم اللي هو شايفه. فاحنا محتاجين نراعي الحته دي. فهنيجي نعمل ايه؟ هنقول انت عشان نسحب من اليوزر بقى القيمه. انت شو صح كده؟ ان شاء الله صح. ماشي، انت دوت بيرس عشان نسحب منه القيمه بتاعته. تمام، هنيجي بقى نعمل ايه؟ نعمل فور هنعمل اف على الحته دي بحيث ان احنا نقارن ما بين القيمه اللي داخله دي، القيمه دي داخله هنا اللي اليوزر مدخلها، مع ايه؟ نشوفها هي اكبر من الصفر ولا لا. طب لو هي اكبر من الصفر، ولازم تبقى اكبر من الصفر، وايه تاني؟ ولازم تبقى اصغر من البرودكتس دوت لينس اللي هو عدد المنتجات. حاسس الحته دي انتهت منكم تاني. انا دلوقتي محتاج منه ايه؟ هقول له اف. لو اف تشوز اللي احنا اخترناها لازم تبقى اكبر من الصفر. حلو، وايه تاني؟ وتشوز اصغر من او تساوي اقل من او تساوي البرودكت دوت لينس اللي فوق. اقل من او تساوي ايه؟ برودكت دوت لينس اللي احنا عملناها فوق، اللي احنا برودكت دوت لينس اللي هي يعني دي عشان احنا جبنا عددها. زي ما قلت لكم احنا بنجيب العدد الحاجه دي ازاي؟ بدوت لينس. فانا مش هبقى عارف عدد الحاجه اللي داخله قد ايه، فهستخدم برودكت دوت لينس علشان اقدر اجيب هي قد ايه. تمام،
تمام لحد هنا ولا مش تمام؟ طيب لو الحاجة دي متحققة تمام، هتعمل لي ايه يا عم الحاج؟ هقول لك اختار منتج من المنتجات دي، هقول لك انت اخترت المنتج الفلاني. انا حاسس ان انتوا مش فاهمين. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا باشمهندس. فاهمين؟ متأكدين الفكره ان انكم السيشن طولت قوي بس فالدنيا ايه كله دخل في كله. الواحد عمل ايرور. خلاص هكمل الحتة دي انا عشان نبقى خلصناها، وممكن تبدأوا بيها بعد كده. كده كده كل حاجة متسجلة، مش هتطول تاني بعد كده ان شاء الله. تمام. هنقول ايه؟ كونسول دوت رايت لاين هقول له انت طبعا انت اخترت ايه يا عم الحاج؟ هقول له اخترت المنتج الفلاني. تمام، المنتج الفلاني اللي هو انهي المنتج الفلاني. ثانية واحدة هقول له بس الاول كده شوز يو شوز كده. اخترت المنتج اللي هو البرودكت بقى نيم البرودكت اختار ايه؟ هو اختار البرودكت اللي هنا منه، اختار شوز ناقص ايه بقى؟ احنا قلنا ايه اللي هو الاندكس بتاعها بصفر. الاندكس بتاعها بصفر، هو دخل واحد، فلازم انقص منه واحد علشان يرجع لي القيمة بتاعتها، ناقص واحد. الحتة دي انا عارف اللي هي لفت ولفة وهتلف. بس تاني، دلوقتي انا قلت له ايه البرودكت، انت اخترت المنتج ده ناقص واحد. ليه قلت له ناقص واحد؟ عشان اندكس بصفر. هو اساسا لما كان بصفر هو دخل واحد، اليوزر مدخل واحد اللي هو ظاهر له اساسا بواحد. فمعلش عشان ارجعه تاني واعرف ان البتاع دون بواحد، فهو انا برجع له البرودكت. اصل انا هنا جمعت واحد، هو هنا سمع عنده اللي هو اختار واحد بدل ما كان اختار اتنين. تمام، فانا هنا عاوز ارجع له تاني ان هو اختار المنتج الصح، ظهر له المنتج اللي هو اختاره فعلا. مش واصله صح؟ مش واصله صح؟ تمام يا باشمهندس. صح ولا مش واصله؟ متأكدين ولا؟ طب لو مش واصله ولو انتوا بتراجعوها تاني فيها مشكله، ممكن اشرحها في فيديو سكرين تاني عادي وابعته، مفيش اي مشكله. ماشي تمام. تمام. إلس، فهنقول إلس بقى لو هو اختار رقم غلط. لو هو طبعا دخل رقم اقل من الصفر، دخل سالب واحد مثلا، او دخل رقم اكبر من اللينس اللي موجوده، فهنعمل له ايه؟ هنقول له invalid product number مثلا. تمام، هنقول له invalid product number console dot write line هنرجع له نقول له ايه؟ invalid لا number. تمام لحد هنا تمام. فاحنا ممكن نرن ونجرب الجزء ده، وبعد كده نطبع بقى المنتجات المتاحة. يقول له احنا وعندك منتجات متاحة كمان كذا وكذا وكذا، اننا شغالين في الفريق الطباخ. هنقول له احنا هندخل ايه؟ 4 منتجات. تمام، 5 منتجات. المنتج الاول واحد، او المنتج الاول مثلا ايه؟ جي. المنتج الثاني تي. المنتج الثالث ار. المنتج الرابع كيو. المنتج الخامس او مثلا. تمام، فهو طبعا لي ايه؟ المنتج الاول، المنتج الثاني، المنتج الثالث، المنتج الرابع، المنتج الخامس. قال له هنا بقى سؤال، انت عاوز تشتري انهي منتج؟ اختار المنتج اللي انت عاوز تشتريه. هقول له انا عاوز المنتج رقم 3. فهيجي يقول لي ايه؟ هيجي يقول لي المفروض اللي هو ايه؟ هيجي يقول لي انت اخترت المنتج رقم 3. لحد هنا تمام؟ لحد هنا تمام المفروض ولا مش تمام؟ تمام. تمام.
حلو. هنيجي بعد كده بقى نقول له ايه المنتجات المتاحه عندنا ايه. تمام. هنيجي نعملها بقى بفور اتش عشان يبقى احنا خدنا مثال على كل حاجه اتقالت النهارده. المنتجات اللي عندنا النهارده هنقول له مثلا كونسول دوت رايت لاين. مثلا هنقول له ايه يا عم الحاج انت تعالى طولنا قوي. دي المنتجات المتاحه. تمام. فور اتش. تمام. هو كتبها لي مره واحده بس احنا هنعملها بنفسنا. فور اتش برضو مش مشكله. فور اتش الايتم. تمام. هو مسميه هنا ايتم وده اللي هنسميه في الاغلب الاوقات هنسميه بايتم، بس احنا ممكن نخليه هنا برودكت عشان يبقى بنفس الاسم اللي احنا برودكت وبرودكتس. تمام. يعني احنا هنجيب كده البرودكت. هنا انا بقول له البرودكت فار البرودكت المتغير باسم برودكت في كل البرودكتس اللي موجوده، في البرودكتس الموجوده اللي هي يعني اللي انت دخلتها فوق هنا. تمام. فهتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تقول لي كونسول دوت رايت لاين. هتعمل ايه؟ هتيجي يا عم انت هتقول لي اطبع لي كل المنتجات مثلا. هنيجي نطبعها كده زائد برودكت بقى اللي هو اني اسم الفاريبل اللي احنا مسمينه في الفور اتش. تمام. تمام. هيجي يقول لي انت عدد المنتجات قد ايه؟ هنقول له 3 منتجات. المنتج الاول دبليو اي. اهو قال لي دلوقتي انت عندك المنتج 1 2 3 كيو دبليو اي. انت عاوز تشتري انهي منتج؟ انا عاوز اشتري المنتج الاول. المنتج الاول يا عم المنتج الاول كيو. انت اخترت كيو. افيلابل برودكت اللي هو كيو ودبليو اي. وصلت ولا ما وصلتش؟ هي ده كده باختصار. لحد هنا كفايه قوي. ممكن بقى نعمل حاجه تانية اصعب اللي انتوا هتاخدوها تاسك وبعد كده هنيجي نفكر فيها مع بعض لو محدش عارف يعملها. تمام.